يوم 13/6/2025 إسرائيل في يوم وليلة قررت إن هي تهاجم إيران. ازيكم يا أحلى المشاهدين، عاملين ايه؟ معاكم إيريني من قناة إيجيتورينا. تعالوا النهاردة نعرف ايه اللي حصل بين إيران وإسرائيل وليه الأوضاع اتطورت بالشكل ده، ونعرف كمان ايه هي النتائج السلبية على الاقتصاد المصري. إسرائيل بدأت بالضرب والهجوم على إيران في يوم 13/6، ضربت المواقع النووية والعسكرية هناك، وكانت النتيجة إن هي قتلت عدد كبير من العسكريين في إيران. وطبعا إيران ردت الضربة على إسرائيل في نفس اليوم، وعملت هجوم بالصواريخ على تل أبيب نفسها. إسرائيل سمت العملية بتاعتها بقوة الأسد، ووصفتها إن هي الأوسع نطاقا على عدة مدن إيرانية. وإسرائيل كانت عارفة كويس قوي هي بتعمل ايه. إسرائيل كان هدفها ان هي تقضي على أكبر عدد من المنشآت الخاصة بتصنيع الصواريخ والطيارات ومنشآت المفاعل النووي وكل الحاجات اللي احنا عارفين اللي إيران مشهورة بتصنيعها، زي المفاعلات النووية والصواريخ والقنابل الذرية. كل بلد بيكون من حقها ان هي تبني جيش بتطور منه، بتعمل معدات أسلحة بتطور من الجيش بشكل مختلف، علشان كل بلد بيكون ليها سيطرتها وقوتها. وهدف إسرائيل وحليفتها أمريكا ان هم دايما يكونوا القوة العظمى على مستوى العالم. ده بيخلي فيه صراعات كتيرة بين البلاد وبعضها، كل بلد بتبقى عايزة هي اللي تكون الأقوى، وبتسعى دايما ان هي تعمل مفاعلات وتطور من الأسلحة والجيش. وده الشكل الحديث اللي احنا شايفينه دلوقتي. لكن كل الحاجات دي بتكون وفقا لمعايير دولية. في بعض الأسلحة بتكون محرمة دوليا، زي بعض الأسلحة اللي استخدمت في أثناء الحرب العالمية الأولى والتانية. لسه مش عارفين الموضوع لو اتطور أكتر من كده هيقلب بحرب عالمية تالتة، ممكن يقلب بحرب نووية، ولسه الأيام الجاية هتكشف لنا حاجات كتير. إسرائيل بدأت الضرب على إيران، وسمت المهمة أو العملية بقوة الأسد، ووصفتها ان هي الاوسع نطاقا على عدة مدن ايرانية. هي ما ضربتش مدينة واحدة لكن عدة مدن. واسرائيل كانت عارفة هدفها كويس قوي هي بتعمل ايه. استهدفت منشآت بتصنع الصواريخ والطيارات، وكان في خسائر بشرية كتيرة من الجيش الايراني، زي اغتيال اللي هو قائد الحرس الثوري الايراني، 6 من علماء النووي اللي فاهمين قوي في الذرات النووية، وقائد القوات الجوية، ورئيس أركان الجيش الإيراني. واستهدفتهم جوه بيتهم نفسه. يعني شايفين الصورة دي؟ ده كان جوه البيت نفسه. هي كانت عارفة كويس قوي كل واحد قاعد فين. إسرائيل كمان ركزت في ضرب المفاعلات النووية، وفي جزء كبير منها اتأثر. شايفين الصورة اللي قدامنا دي؟ الصورة دي بتبين جزء من المفاعل النووي اللي ضرب. في جزء منه حصل فيه تسريب، لكن لسه مش عارفين نسبة الإشعاعات اللي طلعت قد ايه، هل هي نسبة عادية ولا نسبة كبيرة. هم قالوا لسه بيعملوا فحص في الموضوع ده. عايزة اقول لكم بقى خطورة الموضوع ده في ايه. ان الإشعاع لما بينتشر مشكلته ان هو مش بيبقى ليه ريحة وما بيبقاش ليه شكل. ممكن يحصل تلوث في الجو، وممكن الناس تستنشقه لكن مش هيكونوا عارفين انه ده تلوث. اللي بيعرف او بيبين الموضوع ده هي اجهزة الانذار اللي بتبقى موجودة في كل دولة. بالنسبة لمصر عندنا جهاز الرصد الاشعاعي، ده لازم يكون متفعل على مدار 24 ساعة، وكل فترة المفروض بيتعمل له تحديث. مصر قالت ان هي مفعلاه. دي صورة تانية بتوضح الاضرار اللي بتنتج عن تفجير القنبلة النووية، زي ما انتوا شايفين قدامكم في الصورة. إيران ما سكتتش وردت الهجوم بعملية اسمها الوعد الصادق، وقالت ان الضربات استهدفت مواقع مهمة إسرائيلية، والمهمة دي أثرت على قاعدة إسرائيلية جوية كان فيها طيارات من نوع F-15 و F-16 و F-35، ودي طيارات شحن كبيرة إسرائيلية، وهجمت بحوالي 200 صاروخ. معظم الخسائر كانت في المنشآت العسكرية والمنشآت المدنية. الخسائر البشرية ما اعلنوش عنها عددها كان قد ايه رغم الدمار اللي احنا شايفينه قدامنا، لكن هم معظمهم عاملين ملاجئ ليهم تحت الارض عشان يستخبوا فيها وقت الهجوم. كلنا شفنا الصور اللي كان فيها الاضواء اللي نورت بيها السماء زي صواريخ او الادخنة. الحاجات دي ما وصلتش مصر، لكن كان ضوءها بيبان حتى على مسافة كبيرة رغم ان اسرائيل بعيدة
وطبعا ايران ابعد بكتير، حوالي 2200 كيلومتر، فلو في تأثير هيكون تأثير بسيط. عايزة اقول لكم كمان ان درجة التخصيب بتاع المفاعلات النووية كل ما بيفعلوا او بيخصبوا اليورانيوم بنسبة عالية كل ما بيكون الاشعاع اضر. لكن ايران قالت ان التخصيب ما كانش بنسبة عالية. ايران قالت برضو ان التلوث الاشعاعي هم لقوه داخل الموقع النووي نفسه، وقالوا ان هو ما انتشرش بره. تعالوا نعرف تأثير الأحداث دي في الأوضاع الاقتصادية في مصر. مصر اتأثرت بنسبة كبيرة خصوصا في مجال السياحة. كان في المتحف المصري الكبير اللي كلنا منتظرينه والعالم كله منتظر افتتاحه، كان هيتفتح يوم 5/7/2025، لكن بعد الأحداث دي المتحف اتأجل افتتاحه لآخر السنة، ولسه ما فيش أي ميعاد رسمي للافتتاح. والسياحة زي ما انتوا عارفين هي واحدة من أهم مصادر الدخل في مصر. في المجال المالي متوقع جدا ارتفاع في أسعار العملات الأجنبية وكمان في الذهب الفترة اللي جاية. الحكومة كمان ابتدت ان هي تعمل بيان باستخدام السولار بدل من الغاز والكهرباء. قناة السويس هتتأثر بشكل كبير، وفي بلاد كتيرة مش هتحب ان هي تستخدم قناة السويس في عبور الملاحة بتاعتها. صحيفة نيويورك تايمز قالت ان ارتفاع في اسعار النفط بنسبة 5%، وده هيخلي اسعار النفط تزيد عالميا، وبالتالي ارتفاع اسعار كل حاجة. عايزة اقول لكم ان الجميل ان مطار مصر لسه امن، لسه مفتوح. بلاد كتيرة حولت الطيران بتاعها عن طريق مصر لانه مازال مفتوح وامن وبيستقبل كل الرحلات من مختلف العالم. الفيديو ده كان مبسط علشان نعرف الاحداث اللي بتحصل حوالينا. ما حبيتش ان اطول عليكم في معلومات زي كده، بس بتمنى الفيديو يكون عجبكم وتدعموه باللايك والشير. ولو عايزين تشوفوا اي فيديوز اكتبولي تحت في الكومنتس، وانا بحب اقرا كل كومنتاتكم. القناة محتاجة تدعمكم باللايك والشير، وما تنسوش تفعيل الجرس عشان توصلكم كل الفيديوز اول باول. واشوفكم ان شاء الله في حلقة قريبة. شكرا لمتابعتكم.